ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي، قناه يوميات سناء. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وصلوا على النبي في الكومنتات. هنكسر 3 بيضات في طبق. هنجيب نعمل اكله جديده حلوه جدا. هنكسر 3 بيضات في طبق ونربهم كويس. علشان ايه؟ علشان لو فيهم حاجه، في بيضه بايظه، حاجه كده حاجه كده، نعرف نتحكم فيهم. صلوا على النبي في الكومنتات وزيدوا النبي صلاه. هنفضل نربهم كويس، نضرب فيهم كويس خالص لحد ما يبقى شكلهم بالقوام ده. عارفين يعني شكلهم بالقوام ده؟ هنجيب بطاطسيتين وهنبشرهم بشرة كويسة. ماشي. هنفضل نبشر فيهم لحد ما ايه، نعمل الكمية اللي احنا محتاجينها. هنعمل أكلة جميلة وانا مش هقول اسمها ايه، ويا ريت انتوا تكتبوا لي في الكومنتات اسمها، اللي يعرفها يكتب اسمها في الكومنتات. ماشي حبيب قلبي. هنبشر البطاطسية التانية. كده خلصنا البطاطس. هنجيب البطاطس ونحطها في طبق، نحطها في المصفاية الأول نغسلها كويس وبعدين نحطها في طبق. هنغسلها كويس حبيب قلبي، عشان البطاطس لازم تتغسل، بتطلع مادة بيضة كده. بعد كده هنصفيهم وهنكب المية ونجيب بولة نظيفة. بصوا المية، شايفين المية لونها أصفر ازاي؟ هنكب المية ونجيب بولة نظيفة وهنفضي فيها البطاطس. وبعد كده هنكب عليهم البيض اللي احنا ربناه مع بعض. بصوا شكله، شايفين قوامه؟ هنكبه ونخلطه كويس في بعضيه. اللي يعرف اسم الأكل يا بنات يكتب في الكومنتات. صلوا على النبي في الكومنتات وزيدوا النبي صلاة. بذكر الحبيب قلبك يطيب. هنفضل نقلب فيهم لحد ما يبقوا كويسين مع بعض، يبقوا كلهم يعني لون واحد. هنجيب شوية بقدونس، هنقطعهم حتت صغيرة وهنحطهم فوقيهم. تلات أربع عيدان بالكتير مش أكتر. هنحطهم فوقيهم دلوقتي. هنجيب بصلاية وهنقطعها حتت برضو صغيرة ونحطها فوقيهم. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لكم كل الفيديوهات. وهنجيب قرن فلفل أحمر، فلفل ألوان أحمر رومي، وهنقطعه برضو حتت صغيرة زي ما قطعنا الخضرة والبصلة وهنحطه فيهم. ماشي حبيب قلبي. ونحط البهارات بتاعتنا يا بنات، اللي هو ملح، فلفل أسود، نحط معلقة ملح، نص معلقة فلفل أسود، وهنخلطهم كويس. شايفين ازاي هنعملهم ازاي بالمعلقة؟ شايفين يا حبيب قلبي؟ وكمان هنجيب معلقتين دقيق وهنخلطهم كويس. ونجيب صينية عليها ورق الزبدة.
بس تكون ورقة زبدة من الأصلية، مش الورقة يعني تحطيها، ما أهم حاجة ما يلزقش فيها. ورقة زبدة، وهنكب الخليط عليهم ونفردهم ونحطهم في الفرن. ماشي حبيب قلبي، والنبي فرحوني وكبروا لي قناتي، يا رب يخليكم اشتركوا في القناة عشان تكبر. ادينا فرطناهم في الصينية. هنحطهم في الفرن على درجة حرارة 180، هياخدوا 25 دقيقة بالظبط، 25 دقيقة بالظبط على درجة حرارة 180. هنجيب هنا الطاسة يا جماعة، وهنحط فيها حبة زيت، وهنجيب بصلاية وهنقطعها حتت. انا مش راضية اقول اسم الحاجة اللي انا بعملها عشان انتوا تكتبولي في الكومنتات، انتوا تكتبولي في الكومنتات، اديني بقول اهو. هنشوحها في الطاسة البصلاية، هنفضل نقلب فيها لحد ما تدبل كده وتاخد لون حلو. وبعدين نجيب صدر فرخة ونقطع حتت صغيرة، مكعبات صغيرة. شايفين الصدر الفرخة عامل كده؟ هنقطع مكعبات صغيرة وهنشوحه مع البصلة لحد ما لونه كده يتغير خالص. هنفضل نقلب فيه لحد ما لونه يتغير. وبعد كده هنجيب فلفل الألوان الأصفر، هنقطع برضو مكعبات صغيرة، حتت صغيرة. حبايب قلبي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان القناة تكبر. يلا حبايبي، هنقطعه وهنجيب قرن فلفل أحمر برضو، وهنقطعه زي الأصفر. هنقطعهم كويس مع بعض. يا رب اللي تدوس لايك للفيديو، يا رب يديها بر ولادها ليها يا رب، يا رب. هنجيب برضو فصين توم وهنقطعهم حتت صغيرة خالص. وبعدين هناخدهم كلهم مع بعض ونحطهم في الطاسة مع الفراخ، مع صدر الفرخة والبصلة. مش حبايب قلبي، هننزل بيهم على الفراخ وهنقلبهم مع بعض كويس، وهنحط البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل. هنفضل نقلب فيهم كويس لحد ما يتشوحوا كويس. وهنحط الملح زي ما قلت لكم، نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود.
بعد كده هنطلع الصينية اللي في الفرن خلاص. هنجيب قطعة جبنة شيدر حوالي 50 جرام كده، وهنحطها برضو عليهم في الطاسة مع الفراخ، وهنديها شوحتين 3. وهنقلبهم كويس لحد ما الجبنة تسيح. وبعد كده زي جماعة زي ما قلت لكم هنطفي البوتاجاز وهنطلع الصينية من الفرن. بص استوت ازاي. هنقطعها على حسب افراد اسرتك. انتوا 6 فرد قطعوا على 6 حتت، انتوا 5 قطعوا على 5، انتوا 4 قطعوا على 4، لانها تعمل سندوتشات. هنجيب الخلطة، هنجيب القطعة من الطاسة دي، وهنجيب الخلطة نحشيها فيها ونلفها سندوتش. وزي ما قلت لكم اكتبوا لي اسمها، واللي حابب أكلة معينة يقول لي وأنا أعملها له. قلب لها على الناحية التانية ونحط الحشو فيها. ماشي حبايب قلبي، بصوا الحشو اهو. شايفين؟ هنجيب ورق الزبدة جديدة في طاسة جديدة وهنحط عليها السندوتشات، وهنلفهم واحد ورا واحد ونحطهم جنب بعض. شايفين ورق الزبدة انه اصلي خلعة كيف؟ شايفين العجينة خلعة ازاي؟ مش لازقة فيه كده. عملناهم كلهم ورصناهم. ماشي. هنجيب قطعة جبنة موتزاريلا، هنبشرها بالمبشرة، وبعدين هنرشها فوقيهم ونحطهم تاني برضو في الفرن. هرش فوقيهم كلهم وهنحطهم تاني في الفرن عشان الجبنة تسيح. ماشي حبيب قلبي. هنا حطينا الكمية كلها. هنحطهم في الفرن على درجة حرارة 180 15 دقيقة. هنا هنجيب تومية وعليها مايونيز ومعلقة ملح وفلفل أسود وفصين توم، وهنرصهم فوقيها. هنهرسهم بالمهرسة ونحطهم فيها يعني عودين بالظبط شبك. هنقطعهم حتت صغيرة. مش حبيب قلبي. وهنحطهم فوقيهم برضو. حطينا حبة بصل صغيرة، يعني ربع بصلاية أو بصلاية صغنطوطة خالص، وهنبدأ نخلطهم مع بعض. مش يا بنات؟ والله وبالله هتاكلي أحلى طعم.
هنطلع السندوتشات بقى. بصوا جبنا ساحت ازاي عليه، شايفين طعمه جميل، روعة روعة. ألف هنا على قلوبكم وقلوبنا يا رب. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. شايفين الشكل والطعم والجمال، شايفين طعمه وشكله عامل ازاي، شايفين يا بنات، والله العظيم يتاكل أكل. ماشي، هنحط عليه معلقة من الخلطة اللي احنا عملناها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.